السلام عليكم أعزائي المشاهدين وأهلا بكم معنا وهذا اللقاء الرياضي المتجدد. أعزائي المشاهدين، يمكن مفاجأة فجرها مركز شباب المحسمة المحطة. 3 لاعبات في رفع الأثقال حققوا مراكز متقدمة، سواء مركز أول أو ثاني في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال. يمكن حاجة مش غريبة على هذا المركز، لأن قبل كده برضو كان هناك بطلة العرب والعديد من البطولات خرجت من هذا المركز. هنتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع، ومعانا أيضا العديد من الأخبار المحلية اللي هنلتقي بها، ولكن بعد الفاصل. اشتريت حاجة جديد. ايش فهمك انت في الشغل؟ انا امبارح اشتريت الصدر علي تاني. لا طبعا، هو انا غبي؟ ده راجل طيب باع لي كل مكن الري بتاع مصر. ليه بقى يا سيدي؟ علشان قد ميه لاهل البلد زي ما هم عاوزين. فكرة كويسة، بس انت عارف ان نصيبنا في المية محدود، علشان كده المزارعين لازم يعملوا حساب كل نقطة مية. وايه تاني بقى يا اخويا؟ وكمان ما يغرقوش الارض بالمية، لان المية الزيادة بتبوظ الارض والمحصول. المية راس مالنا لينا احنا وعيالنا، هنصونها بعينينا والدنيا تحلمنا. المية راس مالنا لينا احنا وعيالنا. أعزائي المشاهدين، بنبدأ بالسكواش. ووزير الشباب والرياضة بيصرح أن هناك مكافآت 500 ألف جنيه لبطلات العالم في السكواش. أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عن صرف 500 ألف جنيه لبطلات العالم في السكواش بعد تتويجهن ببطولة العالم الأخيرة في فرنسا. وأكد وزير الشباب والرياضة خلال تكريم الوزارة لبطلات العالم أن كل بطلة تحصل على 75 ألف جنيه، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه مكافآت متأخرة للبطلات في الفترة الماضية. إلى كرة السلة أعزائي المشاهدين، الأهلي بطلا لإفريقيا في كرة السلة للمرة الأولى في تاريخه. توج النادي الأهلي بطلا لكأس إفريقيا للأندية الأبطال في كرة السلة للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على نظيره الأنجولي 68-66 في المباراة النهائية التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في القاهرة. ما زلنا مع كرة السلة. الإسماعيلية تستضيف نهائي دوري كرة السلة. تستضيف مدينة الإسماعيلية في الفترة من 20 وحتى 26 ديسمبر الجاري بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث تقام مباراة الدور النهائي في مسابقة دوري كرة السلة. ويلتقي في اليوم الأول كل من الأهلي والاتحاد والزمالك وسبورتنج والجزيرة وطلائع الجيش. إلى بورسعيد. محافظ بورسعيد يتفقد منشآت النادي الاجتماعي الجديد التابع للنادي المصري. أكد السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استمرار دعم المحافظة للنادي المصري وتطوير منشآته الرياضية باعتباره أحد الأندية الجماهيرية العريقة. جاء ذلك خلال تفقد المحافظ
صباح اليوم للأعمال الإنشائية للنادي الاجتماعي الجديد التابع للنادي المصري بحي الضواحي، والمقرر افتتاحه خلال الفترة القادمة. أعزائي المشاهدين، في بورسعيد أيضا محافظ بورسعيد بيصرح أن هناك 10,000 جنيه مكافأة لأبطال بورسعيد في الغوص والإنقاذ. قرر السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يوم الجمعة الماضي صرف مكافأة 10,000 جنيه لأبطال الغوص والإنقاذ تقديرا لهم ولجهودهم في حصد مراكز متقدمة في بطولات الجمهورية للأعمار المختلفة. كانت قد نظمت منطقة بورسعيد الغوص والإنقاذ حفل تكريم لأبطال اللعبة الذين حققوا مراكز متقدمة في بطولات الجمهورية للأعمار المختلفة بحضور اللواء محمد ياسر نبيل رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ. انتهت أخبارنا أعزائي المشاهدين، بنستكمل بقية فقراتنا ولكن بعد الفاصل. يا زيكو بارك لي. على ايه يا شملو؟ انا اشتريت السد العالي. اشتريت السد العالي بحاله؟ راجل طيب باعهولي. يا سلام. ايوه، وانا اشتريته علشان احافظ على الميه اللي بيقولوا انها محدوده. ازاي بقى يا شملو؟ انا هقطع كل الميه اللي جايه من السد العالي. انت اتجننت؟ انت مش عارف ان الفلاحين والمصانع والبلد كلها تستخدم الميه دي؟ عايز تقطع الميه عليهم؟ طب خلاص هديهم شويه ميه. ما ينفعش تشتري السد العالي علشان ده بتاع مصر، وحقيقي الميه محدوده. علشان كده المزارعين لازم ياخدوا بالهم ويخلوا الترع نظيفه ويرووا بالمظبوط. ميه راس مالنا لينا احنا وعيالنا، هنصونها بعينينا والدنيا تحلمنا. الميه راس مالنا لينا احنا وعيالنا. أعزائي المشاهدين، مرة أخرى بنواصل فقراتنا وبنقول مفاجأة يمكن حققها مركز شباب المحسمة المحطة. بنات المحسمة المحطة حققنا المراكز الأولى في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال. معنا ومعاكم على الهواء مباشرة السيد هاني علي رئيس مركز شباب المحسمة المحطة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. الكابتن عبد الباري حلمي المدير الفني لرفع الأثقال لمركز شباب المحسمة المحطة والمؤسسة العسكرية ومدرب منتخب مصر. أهلا بك. معنا اللاعبة مروة عبد الباري، ودي مش المرة الأولى نلتقي بيكي، بطلة العرب سابقا رفع أثقال وزن 58 كيلو، أول أفريقيا في المسابقة طبعا اللي كانت الأسبوع الماضي. ألف مبروك. الله يبارك فيك. أنت عجبتي ميداليتين مظبوط؟ 3 كلين ونطر ومجموع. اللاعبة رضوى علاء الحاصلة على المركز الثاني برضو 3 ميداليات. 3 ميداليات. ألف مبروك يا رضوى. الله يبارك فيك. معانا الأستاذ علاء البعلي الإعلامي والمهتم بالشؤون الرياضية. أهلا بك يا سعد. اهلا وسهلا. بداية يعني يمكن أستاذ هاني علي، الموضوع المحسمة المحطة كمركز شباب ويحقق كل هذه المراكز وكل هذه الميداليات، وكان المفروض طبعا معانا اللاعبة وردة، لكن وردة طارق هي في معسكر فما قدرتش 3 ميداليات ذهب برضه. اعتقد نتائج طيبة جدا يحققها مركز شباب. حاجة غريبة الناس اللي بتقول ان الرياضة فلوس فقط، لا ده يعني برضو نقول في عوامل اخرى كثيرة يمكن ان احنا نحقق من خلالها المراكز المتقدمة. تقول لي ايه العوامل اللي من خلالها قدرتوا تحققوا هذه المراكز؟ طبعا انا ببارك الاول لمنتخب مصر
وببارك للبنات بنات المحسمة المحطة مركز الشباب، وببارك لأهالي المحسمة المحطة كلهم على الإنجاز اللي اتعمل ده. من ضمن العوامل طبعا أنا أول حاجة بشكر الكابتن كبير حلمي عبد الباري مؤسس لعبة رفع الأثقال في مركز الشباب من المحسمة المحطة، اللي هو جد مروة وأبو الكابتن عبد الباري، وطبعا الكابتن عبد الباري والكابتن عصام حلمي، الناس دي اللي خدت على عاتقهم موضوع رفع الأثقال وبدأوا فيه، واحنا ما هو الا وقفنا في ظهرهم، قدرنا نوفر الامكانيات على قد ما نقدر. بشكر سياده العقيد ابراهيم الخولي المؤسسه العسكريه، الراجل اللي قدر يحطنا على الطريق الصحيح. احنا يعتبر عملنا بروتوكول مع المؤسسه العسكريه ان احنا زي مركز تفريغ للمؤسسه العسكريه ان هم يساعدوا بالادوات، والابطال بتوعنا يلعبوا باسم المؤسسه. دي لحظه التتويج مظبوط في بطولة افريقيا وده العقيد ابراهيم الخولي. لحظة لا تنسى بقى بالنسبة للاعبات طبعا، يعني لاي لاعب طبعا. وده تصوير بالتليفون بكاميرات التليفون التليفون المحمول. يعني طبعا بنشكركم انكم مدتونا بهذه الصور في بطولة افريقيا الاخيرة. اتفضل يا كابتن استرس. وطبعا سيادة العقيد ابراهيم الخولي الراجل المحترم اللي هو تبنى اللعبة بالنسبة للبنات في محافظة اسماعيلية، وقدر يحط ايده في كل نجا وكل عزبة، يعني قدر يوصل في كل الاماكن. وطبعا كنا مركز شباب المحسمة المحطة، هو جه لقى الموضوع شغال في مركز الشباب، قدر يطور معانا فيه، والحمد لله. يعني ده من العوامل الكبيرة جدا سيادة العقيد ابراهيم الخولي. طيب. ان هو نوصل للدرجة. طبعا بنشكرهم على هذه المجهودات. الكابتن عبد الباري حلمي، 3 لاعبات بيحققنا المراكز المتقدمة في بطولة افريقيا. يعني عايز اقول ان انت واقف برضو في ظهرهم وسبب رئيسي في هذا الانتصار وهذا الفوز وهذه الميداليات. تكلمني، كنت متوقع كل هذه الميداليات؟ الحمد لله في بطولة افريقيا على وجه الحمد لله ربنا اكرمنا، والبنات دي تعبت كتير في التمرين وانا تعبت معاهم لغايه ما وصلوا للدرجه دي، والحمد لله وصلوا للمراكز المتقدمه. انت مدرب منتخب مصر في نفس الوقت ان شاء الله. علاوه طبعا على مركز شباب المحسمة والمؤسسه العسكريه. قعدنا في معسكر مغلق في مدينه الفيوم من 8/11 ل 8/12، شهر كامل استعداد لبطوله افريقيا. طيب انا عايز اتكلم عن المعسكرات دي. بعض الناس تقول لك لا ده الرياضه الامكانيات الماديه مطلوبه جدا يعني، لكن في حاجات تانية كتير، والدليل المحسمة المحطة يعني يكاد يكون ما فيش امكانيات مادية وحققتوا ما حققتوه يعني. الحمد لله رب العالمين. تكلمني ازاي؟ اللهم صل على النبي. انا بشكر العقيد ابراهيم الخولي، واقف جنبنا في كل حاجة، هو اللي بيجيب لنا الادوات وبيساعدنا ويقف ورانا في كل يعني حاجة. المؤسسة العسكرية هي اللي متبنياكم كمركز شباب. ما احنا عاملين مع مركز شباب المحسمة المحطة عن بروتوكول مع المدرسة العسكرية. طيب شيء جميل جدا. انتوا شاركتوا بال3 بنات ولا كان بعدد اكبر؟ لا، كان معانا فريق كامل. انما كان في توقع لهذه العدد الكبير من الميداليات. الحمد لله رب الحمد لله. طيب مروة، من بطلة العرب الى بطلة افريقيا، يعني نقول لك الف مبروك. و كانت صعبة، اصعب من بطولة العرب اللي قبلها؟ من ناحية ايه بقى؟ منافسين يعني اقوياء شويه. مين الدول اللي كانت منافسه ليكم؟ كانت تونس والمغرب وجنوب افريقيا مش عارفه بقيه الدول بس دول اللي انت فاكراهم. طيب قولي لي، انت حققتي 3 ميداليات، نقولهم برضو تاني للساده المشاهدين. معي ميداليه للخطف وميداليه للكلين وميداليه للمجموع. دول ال3 ميداليات، وهم اللي موجودين. أيوة. هم اللي موجودين قدامك دول يا ماما. ايوه، ديت ميداليه للخطف وديت للكلين ودي للمجموع. جميل جدا. معانا على الهاتف العميد ابراهيم الخولي، المؤسسه العسكريه، يعني الكل اشاد بيها حاليا دلوقتي. سياده العميد ابراهيم، اهلا بيك معانا. الله يخليك. ازيك يا استاذ محمد؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. المؤسسه العسكريه مش محتاجه ان احنا نتكلم عنها، لكن طبعا الجميع اشاد يعني بالمجهودات بتاعتكم،
وان انتوا كنتوا السبب والسبيل لتحقيق كل هذه الانتصارات وهذه الميداليات. تقول ايه لمركز شباب المحطة اللي طلع البنات الجمال اللي يعني حققوا كل هذه الميداليات؟ والله يا فندم طبعا انا مش عارف مين ضيوف مع حضرتك. الاستاذ هاني علي رئيس مركز شباب المحسمه المحطه، والكابتن عبد الباري حلمي طبعا مدرب منتخب مصر، وطبعا اللاعبات مروه ورضوى، والاعلامي علاء البعلي. ربنا يخليك يا باشا. لا طبعا اذا كنت حضرتك بتشيد بالمؤسسه العسكريه، فالمؤسسه العسكريه بتشيد بمركز شباب المحسمه المحطه، وعلى راس المنظومه الاستاذ الفاضل الكابتن هاني. فطبعا احنا بنبارك لهم طبعا، لان دولت ولادهم اساسا. واولادكم طبعا، لان انتوا البروتوكول ده هو اللي يعني كان فيه نتاج اللي هم البنات او البطلات اللي حققوا هذه الميداليات، رفعوا راس مصر عليه. الانجازات دي خلي بال حضرتك يا محمد بيدي تمت على ايد حضرتك. الله يخليك. والبطلات اللي قدام حضرتك طبعا انا ببارك لمروه ولرضوى وبطلات افريقيا المحترمات، وطبعا باقي زميلاتهم طبعا الجميع. بس انا بهنيهم كلهم طبعا، يعني عشان بس ما انساش حد. وببارك طبعا حضرتك للمؤسسه العسكريه وللمنظومه المحترمه، لان حضرتك المؤسسه العسكريه الرياضيه الاسماعيليه خاصه في بطوله افريقيا الاخيره دي حضرتك شاركت ب5 لاعبات و3 لاعبين. احرزهم 18 ميداليه ذهب و6 فضه. بسم الله ما شاء الله. معنى كده ان انتوا ماشيين في الطريق الصحيح، يعني حتى البروتوكول اللي اتعمل مع مراكز الشباب زي مركز شباب المحسمه يعني قول اتت اكلها يعني. مظبوط. والله بص يا فندم، هو لم يكن المنظومه متكامله الا اذا كان على راس المنظومه جهاز محترم متكامل زي اللي قدام حضرتك الكابتن هاني والكابتن عبد الباري. طبعا انا ببارك له، لان طبعا الكابتن عبد الباري من المدربين المحترمين، وانا بحييه وبشيد بيه طبعا في كل مكان. وهو بطل، يعني هو يعني ما جابش حضرتك البطوله من بره ولا مروه جابتها من بره، لان احنا طبعا بنشكر الكابتن حلمي عبد الباري. طبعا ده ابونا واستاذنا في رفع الاثقال في المحسمه المحطه. طيب هل في بروتوكولات تانية اتعملت في مع مراكز شباب اخرى او انديه اخرى بينها وبين المؤسسه العسكريه؟ والله يا محمد بيه، هي مش كل ما بتيجي من الثمار كفايه عليهم احنا بس. التكامل اللي هو بيتم. ليه؟ لان ممكن زي ما اقول لحضرتك لو ما كانش تواجد الاستاذ في المنظومه في مركز شباب المحسمه المحطه ما كناش هنيجي نصمم. يعني في تناغم ما بين المؤسسه العسكريه وبين يعني نقول مركز شباب المحسمه المحطه. طبعا يا فندم طبعا. طيب. واحنا بنبارك لهم وبنبارك للبطلات عشان ما ننساش رضوى ومروه، وبنبارك لورده برضو بنت المحسمه المحطه، ورده طارق بطله ميزان 58 ناشئين تمام حضرتك. وبنبارك للاعبه الاء ياسر زكي برضو بنت المؤسسه وزن 75 كيلو. وبنبارك برضو للصغيره الناشئه الصغيره تحت 17 سنه اللاعبه هدير. وبنبارك لهم كلهم طبعا حضرتك. يعني سياده العميد هنشوف يعني بطلات باذن الله ايضا في الاولمبيات القادمه، وبطلات عالم قريبا من المؤسسه العسكريه. والله يا فندم زي ما وعدت حضرتك قبل كده، واتقابلنا مع ساره سمير طبعا بعد بطوله افريقيا يا محمد بيه لو تفتكر في 2012. مظبوط. وعدتنا ان هيكون في حاجه، في مفاجاه في الاولمبياد. تمام سعادتك. وقد كان ان شاء الله. وقد كان الحمد لله. الحمد لله. احنا ان شاء الله عندنا بطوله عالم شباب باذن الله في ابريل المقبل، دي مؤهله لاولمبياد الشباب بالارجنتين 2018. جميل جدا. وان شاء الله اول من اللاعبتين اللي هيمثلوا مصر في اولمبياد الشباب هيكونوا من ضمن هؤلاء المجموعه. ان شاء الله.
وان شاء الله نجيبهم هنا وحضرتك تيجي ونبارك لك ونبارك لهم باذن الله في بطولات اعلى بقى، بطولات عالم باذن الله. وببارك طبعا المحترم علاء البعلي المحترم، عشان بس ما كنتش ناسي حد من اللي قدام حضرتك. لا انت ما بتنساش حد خالص والله يا سياده العميد. لا يا محمد بيه، بشكرك وبشكر كل فريق الاعداد اللي مع حضرتك والناس المحترمين كلهم والله. الله يخليك. شكرا للسيد العميد ابراهيم الخولي، وشكرا للمؤسسه العسكريه اللي طبعا جابت لنا كل هؤلاء الابطال وكل هذه الميداليات ورفعت راسنا وراس مصر علينا. شكرا جزيلا لحضرتك. وبناخد مع بعض اعزائي المشاهدين الفاصل التالي. خدوا بالكو دي مصر، خدوا بالكو دي مصر، خدوا بالكو دي مصر المنصورة مش أيها مصر. خدوا بالكو دي مصر، خدوا بالكو دي مصر، نيلها اللي بيطلع في الصورة بعلامة النصر. خدوا بالكو دي مصر المنصورة مش أيها مصر، نيلها اللي بيطلع في الصورة بعلامة النصر. خدوا بالكو دي مصر المنصورة مش أيها مصر، نيلها اللي بيطلع في الصورة بعلامة النصر. من بحر البحر بتتمشى وقمرها معانا بيتعشى، خيرها على اللي ياكلها بدقة أو يسكن قصر. خدوا بالكو دي مصر، خدوا بالكو دي مصر، خدوا بالكو دي مصر المنصورة مش أيها مصر. خدوا بالكو دي مصر، خدوا بالكو دي مصر، خدوا بالكو دي مصر المتشالة عالراس والعين. خدوا بالكو دي مصر، خدوا بالكو دي مصر، ولادها صبايا ورجالة ليهم قلبين. القلب الأول يدعي لها والتاني ينور أناديلها، يفديها بروحه ويبني لها من عصر العصر. خدوا بالكو دي مصر المنصورة مش أيها مصر، نيلها اللي بيطلع في الصورة بعلامة النصر. خدوا بالكو دي مصر المنصورة مش أيها مصر، نيلها اللي بيطلع في الصورة بعلامة النصر. من بحر البحر بتتمشى وقمرها معانا بيتعشى، خيرها على اللي ياكلها بدقة أو يسكن قصر. خدوا بالكو دي مصر، خدوا بالكو دي مصر، خدوا بالكو دي مصر المنصورة مش أيها مصر. يعني انا عايز اعرف شعوركم بقى ساعه ما طلعتوا على على المنصه واستلمتوا الميداليه ورفعتوا علم مصر فوق. مروه الاول. هو الصراحة شعور جميل جدا، وانا ما وقفتش على المنصة ديت غير بتعبي ودعوات اهلي ودعوات ماما وبدعم الكابتن عدباري اللي هو والدي وجدي حلمي وعمامي والكابتن هاني دعموا معانا والعقيد ابراهيم الخولي. الف مبروك. وانا رضوى بشكرهم برضو كلهم. واحنا بنشكرك على الميداليات. رضوى شعورك ايه ما طلعتي على كنت المنصه فرحانة جدا واستلمتي الصراحة. الميداليات؟ كنت فرحانة جدا ان اول مرة العب بطولة دولية واخد فيها ميدالية، ويعني اكتر حاجة كانت مفرحاني ان دعوات ماما معايا واهلي كلهم. جميل جدا. دي اول بطوله دوليه على على الاطلاق يعني، وجبتي ثلاث ميداليات. 3 ميداليات فضة. الله اكبر طبعا في عيننا جميعا.
3 ميداليات تقول لنا هم ايه على الساده المشاهدين؟ دي واحدة في الخطف، فضة في الخطف، وواحدة برضو فضة في الكليم، وواحدة فضة في المجموع. جميل. يعني ارفعيهم كده واعرضيهم للكاميرا، عايزين يعني ايه ده انجاز كبير يعني كلنا بنفتخر بيه. 3 ميداليات نقولهم تاني معلش يا رضوى. واحدة في الخطف، وواحدة في الكليم، ثبتيهم عشان الكاميرا. والثالثة واحدة في المجموع، وواحدة في المجموع. ألف مبروك. والمرة الجاية تبقى بقى بطولة عالم ولا تبقى أولمبياد بإذن الله؟ إن شاء الله. ما هو لازم الأولمبياد تتلعب قبلها عالم. باذن الله انتوا الاثنين ومعاكم اللاعبه ورده اللي هي مش موجوده معانا النهارده وهي في معسكر، تكون ايضا مشاركه في بطوله العالم. الاستاذ علاء البعلي الزميل والاعلامي، اهميه تسليط الاضواء بقى على اللاعبات. كنا قبل كده بنقول الالعاب الشهيده ومحدش عارف عنهم حاجه، النهارده الدنيا كلها بتجري ورا اي لاعب او لاعبه بيجيب ميداليه لبلده لمصر، خاصة إذا كانوا طالعين من مركز شباب يعني بسيط جدا، مش عايز أقول غير هذا التعبير. أهمية تسليط الأضواء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا بحب أشكر القناة الرابعة، بحب أشكر فريق الإعداد بتاع برنامج مش بس كورة، لأن هو أول ما مروة ولا شكر على واجب، ده لا طبعا ده هو ده البرنامج اللي الناس كلها عرفت من خلاله مروة بعد ما فازت ببطولة العرب في الأردن في شهر 9 اللي فات. على طول أول برنامج صور مع مروة وعرف الناس كلها ومصر كلها عرفت إن مروة جابت ميدالية، في لاعيبة دولية بطلة محترمة. طبعا الكابتن مروة هي اللي جابت البطولة، فطبعا بنشكر فريق الإعداد. احنا بنقول إن الألعاب الفردية دي بنقول عليها مظلومة. احنا دلوقتي ما عادتش مظلومة، احنا بقى في برامج بتتناول الألعاب ديت وبتحاول تلقى عليها الضوء. احنا بنقول الالعاب دي هي اللي بتجيب الميداليات لمصر. يعني مش شرط كرة القدم، احنا كل الالعاب بعيد عن كرة القدم هي دي اللي بتجيب الميداليات لمصر، بتجيب يعني احنا شفنا سارة سمير، شفنا هدايا ملاك، معظم الميداليات اللي جت في الفترة الأخيرة كلها ميداليات بعيد عن كرة القدم. فاحنا عاوزين نهتم ونلقي الضوء على الالعاب الفردية شوية. احاول انا من واحد بحاول على طول بتابع مع فريق الاعداد في البرنامج على طول اي حد، خاصه طبعا بلد اسماعيليه، خاصه بلد الاكثر المحسمه البطولات هنا عندنا. بشكر الكابتن هاني، كابتن هاني رئيس مجلس اداره مركز شباب المحسمه المحطه، عامل شغل رائع جدا وعامل فريق اعداد في مركز شباب المحسمه. اكيد يعني النتائج بتتحدث عن نفسها، يعني من غير ما نتكلم عنه النتائج والميداليات والبطولات هي اللي بتتحدث يعني. ولما برنامج حضرتك او البرامج عامه بتلقي الضوء على البطولات دي تديهم حافز واصرار وعزيمه ان هو في بطوله عالم جايه، بطوله عالم للشباب، والبطوله دي مؤهله للاولمبياد في الارجنتين في شهر 4 ان شاء الله. فاحنا املنا بطوله عالم. البطولات معانا كابتن مروه، كابتن رضوى، كابتن ورده اللي هي في معسكر التدريب دلوقتي، الظروف يعني ما سمحتش ان هي تحضر معانا. احنا عاوزين بطوله عالم، بطوله عالم بعد كده ان شاء الله من خلالها هنتاهل للاولمبياد ببطولاتنا، وان شاء الله يبقى يخرج من مركز شباب المحسمه المحطه بطولات عالم. ودي حاجه كبيره جدا ان مركز شباب يعني يطلع بطوله عالم. انت كمتابع للعبه، متابع للاعبات والبطولات، متوقع ان شاء الله هيجوا من البطوله القادمه بطوله العالم للشباب وهيكون معاهم ميداليات ايضا ان شاء الله. ان شاء الله ونوعد حضرتك ان احنا اول برنامج هنسجل معاه برضو هو برنامج مش بس كوره، الراعي اللي احنا بنشكره ان هو يعتبر راعي لمروه وراعي لبطولات مركز شباب المحسمه المحطه، وهو اللي عرف الناس كلها ان في مركز شباب المحسمه المحطه بيطلع ابطال. احنا شفنا ابطال عرب، دلوقتي بنشوف ابطال افريقيا، المرحله الجايه ان شاء الله هنشوف ابطال عالم، وبعد كده الاولمبياد اللي هو الحلم الكبير طبعا بتاعنا. هي الكابتن مروه يعتبر ماشيه على خطى البطله ساره سمير، نفس الخطوات ونفس الطريق يعني. مع الفرق بس ان يعني ان الكابتن مروه طلع من مركز شباب اللي هو مركز شباب المحسمه المحطه، امكانيات يعني على يعني امكانيات بسيطه، ولكن بس برضه من خلال المؤسسه العسكريه، من خلال المؤسسه العسكريه فبشره خير بقى زي ما فاحنا بنشكر الكابتن هاني رغم يعني ان الامكانيات كانت بسيطه، ولكن اصرار الكابتن هاني واصرار الكابتن عبد الباري والدها طبعا. وعلى فكره الكابتن عبد الباري بطل جمهوريه سابق طبعا، والده الكابتن حلمي بطل جمهوريه سابق، اخواته ابطال جمهوريه يعني هم ابا عن جد يعني ابطال جمهوريه طبعا، وهم مؤسسين اللعبه في قريه المحسمه كلها وطبعا في مركز شباب المحسمه المحطه.
واحنا بنشكرهم طبعا على المجهود اللي هم. انا متواجد باستمرار في مركز شباب المحسن المحطه، مفيش مره بروح مركز شباب المحسن المحطه غير لما بلاقي الكابتن عبد الباري موجود في صاله التمرين. طيب نشوف اللقطات اللي جايه دي، ويعني طبعا عن البطوله الافريقيه اللي رفعوا راسنا فيها سواء مروه او رضوى او ورده اللي مش موجوده هي في المعسكر دلوقتي. نشوف اللقطات دي ونرجع مره تانية لحديثنا. عشا بطل لسه بدري. ما شاء الله ما شاء الله يا رب. لحظه ما تنسيهاش طبعا. طيب مروه الرفعه دي رفعه ايدي نطر؟ بتبقى اصعب شويه ولا هي عادي؟ كام كيلو؟ 800. 100. صعب تزودي في البطوله ولا هو اللي انت متدربه عليه ورفعه هو اللي بتنفذيه على طول؟ لا اللي انا متدربه عليه وكده وفي زياده. يعني لو انا الحديد ماشي معايا البطوله 3 محاولات. اول محاوله والتانية بيكون اللاعب الاولى لازم يكون اللاعب متعود عليها عشان يثبت نفسه في الماتش. وانت الاولى كانت 100 برضه ولا كانت اقل؟ كانت 90. 90. كابتن عبد الباري هو رقمها كام اساسا؟ رقمها اللي جابته في المعسكر 103. 103 ده كان في المعسكر. انما ليه بتبداوا من تحت شويه 90؟ بتديها ثقه ولا ايه؟ اللاعب بس لما يكون معاه منافسه بيجيب بقى 100% بتاعته ممكن ازيد شويه. لما يكون في المنافسه. اما المروه المنافسه بتاعتها ما كانتش قويه جامد معاها. مين اللي كان قدامها؟ تونس. كانت اقوى ناس معاها من تونس. كانت كام كيلو البنت التونسيه؟ خلصت 85. 85. فانتوا كان يعني بسهوله شويه بداتوا من 90. من 90. ورفعتوا معاه في المحاولات الثانيه وصلتوا لكام؟ وصلنا لغايه 100 كيلو. لغايه 100 كيلو. ما عدتوش ال 100 103 زي ما وصلتوا في المعسكر. لا. طيب بالنسبه لرضوى برضو كان كام كيلو اللي رفعتيهم؟ كانت 70 كيلو. 70 كيلو. انت وزن اقل؟ 44. اقل ميزان. اقل ميزان. ومروه كام الوزن بتاعك؟ 58. 58. طيب رفعت كام يا رضوى قلت لي؟ 70 كيلو. بدات بكام بدات ب60 وبعد كده 65. تاني محاوله. هو في 3 محاولات كلين و3 خط. في محاولات الكلين اول محاوله كانت 60، الثانيه كانت 65، الثالثه كانت 70. كابتن عبد الباري فهمني بقى عشان انا مش من هنا. ايه الكلين وايه النطر؟ اديني تفاصيل اكتر وللساده المشاهدين. هو عندنا في لعبه رفع اثقال حركتين، حركه الخطف وحركه الكلين والنطر. الخطف رفعه الخطف بشال من تحت لفوق على طول. لما الكلين بتجيبه على صدرك وبعدين تنطر فوق. على مرحلتين يعني. امال طيب احنا هنكمل اسئلتنا، لكن معانا الكابتن محمود كمال محجوب رئيس اتحاد رفع الاثقال. كابتن محمود اهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك كابتن. اهلا بحضرتك. الف مبروك الارقام الكويسه والنتائج والميداليات اللي يعني رفعتوا بيها راسنا وراس مصر فوق. الف مبروك. الحمد لله. الله يبارك فيك وبارك البطولات المحسمه الموجودين مع حضرتك. يعني احنا جايبينهم النهارده بنقول يعني مركز شباب متواضع قدر يطلع كل هذه البطولات. يعني تكلمنا الاول عن اللي اتحقق في بطوله افريقيا بصفه عامه. والله الحمد لله بطوله يعني الحقيقه كانت بدايه هي كانت المفروض في الجزائر، والجزائر اعتذرت عن التنظيم، فمصر قدرت ان هي تنظم هذه البطوله لتحت الفرصه للابطال اللي قدام حضرتك وابطال غيرهم كتير قوي ان هم يشاركوا في بطوله دوليه قبل اعدادهم لبطوله العالم ان شاء الله التاهيليه لدوري اولمبيه للشباب. بطوله العالم للشباب ان شاء الله. دي هتبقى في شهر 4 قادم ان شاء الله. 4 قادم في تايلاند. فكان لازم اللعيبه يعني واللاعبات يشاركوا في بطوله دوليه قبل بطوله العالم. الحقيقه
عشان يعني ما يبقاش اول مشاركه ليهم دوليه في بطوله عالم، فتبقى يعني تقيله شويه عليهم، صعبه شويه عليهم كاول منافسه. كاول منافسه. يعني كلمني عن عدد اللاعبين واللاعبات اللي حققوا والميداليات التي تحققت من خلال منتخب مصر. الحقيقه طبعا البطوله دي يعني شاركنا فيها يعني بطوله تحت 17 وتحت 20 سنه، اولاد وبنات. شاركنا في كل فئه بفريق. في بعض اللاعبات يعني شاركوا تحت 17 وتحت 20، ونفس الحكايه برضه بالنسبه للاعبين. فكان الحمد لله كم الميداليات كبير الحمد لله لمعظم اللاعبين. كان المنافسه طبعا الاولى مع الفريق التونسي، اقوى من اقوى الفرق الموجوده في افريقيا مع مصر، ولكن الحمد لله كان تفوق الفريق المصري في كل الفئات الاوزان. احسن لاعب تحت 17 واحسن لاعب تحت 20 سنه من مصر. في ارقام افريقيه الحقيقه اتعملت تحت 17 وتحت 20. يعني جميع النواحي الحمد لله يعني مكاسب كثيره جدا. طبعا اكتشفنا لاعبات زي اللي قدام حضرتك مروه وغيرها كتير الحقيقه، خامات جيده ان شاء الله هيستمروا على النجاحات السابقه للاتحاد. يعني اتحاد رفع الاثقال من الاتحادات الناجحه جدا، ناجحه بالارقام وبالنتائج في اولمبياد، في افريقيا، في بطولات عالم، ودي حاجه تشرفنا جميعا، وبننتظر منها المزيد والمزيد. يعني برضو انا عايز الكابتن هاني علي رئيس مركز شباب المحسمه المحطه عايز يوجه كلمه لحضرتك. اتفضل. كابتن محمود، الاول ببارك لحضرتك، الف مبروك فوز مصر بالبطوله الافريقيه. طبعا حضرتك يمكن شفت اللعيبه بتوع مركز شباب المحسمه المحطه في بطوله اسكندريه الجمهوريه. فانا بدع حضرتك ان شاء الله لاقامه احتفاليه كبيره في مركز شباب المحسمه، وبوجه الدعوه لحضرتك دلوقتي على الهواء ان شاء الله ان انت تكون متواجد معانا بعد بطوله بورسعيد اللي هي تحت 17 سنه و20 سنه، واتمنى وجود حضرتك معانا. ده رقم واحد. اكيد ان شاء الله. رقم 2 بقى، ده طلب يعني على الهواء لحضرتك من مركز شباب المحسمه، ان احنا بس بنطلب من حضرتك ديسك للحديد، يعني ديسك لصاله الحديد. فيا ريت حضرتك يعني واحنا في البرنامج المحترم تلبي لنا الطلب على الهواء، يعني توعدنا بيه على الهواء دلوقتي، وده هيبقى اول طلب من الاتحاد المصري. يعني اول طلب هيبقى المركز شباب المحسمه. ده اقل حاجه يا كابتن هاني، والله المجهود اللي حضرتك عامله والمدربين كابتن عبد الباري ووالده، ويعني الحقيقه مجموعه جميله الحقيقه، وفعلا لاعبات يعني في بطوله الجمهوريه كان شكلهم جميل جدا، ومنهم النهارده اكثر من لاعبه، 3 لاعبات تقريبا في المنتخب بطوله افريقيا. فاكيد يعني المنظومه دي والمكان ده لازم يعني يتم الاهتمام بيه، وانا ان شاء الله بعودك، انا ان شاء الله جاي لي هديه من الاتحاد الدولي مجموعه 10 مجموعات ان شاء الله، يكون لمركز شباب محسمه مجموعه منهم ان شاء الله. يعني هو طبعا كانت في دفعه اولى، واحنا دلوقتي على الهواء المخرجه سعاد غزالي بتعرض يعني طبعا بعض الحاجات اللي جت كدفعه اولى، وبنشكركم عليها. يعني لازم نعترف الحاجات دي من الدكتور عادل رضوان مدير عام الشباب والرياضه. دي بعيد عن الاتحاد. بعيد عن الاتحاد. شكرا للكابتن محمود كمال محجوب رئيس اتحاد رفع الاثقال. ويعني بنقول ان في دعم لمركز شباب المحسمه المحطه طالما بيحقق نتائج طيبه، طالما في بطلات او ابطال، فالشباب والرياضه او الاتحاد بيدعموا من وقت الى اخر. انا طبعا بشكر الدكتور عادل رضوان وكيل وزاره الشباب والرياضه في الاسماعيليه. طبعا الصور اللي حضرتك الاستاذه جابتها دلوقتي دي ادوات قدر يساعدنا بيها الدكتور عادل، كان وعدنا بيها وعدنا بيها في البرنامج مع حضرتك. تمام. والحمد لله ان في الحلقه السابقه في الحلقه السابقه وهو جابها لنا. وطبعا هي يعني يعني انا هتنقل على طول الكابتن عبد الباري، الحاجات دي عباره عن ايه واهميتها ايه بسرعه في عجاله لان الوقت تقريبا انتهى. الحاجات الطبال اللي جت لينا وكنا محتاجينها جدا للتمرين. اتفضل. طيب برضو مروه ورضوى، ابدا بمروه.
التدريب هل بيبقى في المركز ولا في المؤسسة العسكرية ولا ايه بالظبط؟ في مركز شباب محسن محطة. معظم التدريبات بتبقى في المركز الشباب. انا الا اذا كان في معسكر او حاجة زي كده. لا مفيش معسكرات دلوقتي، بس انا معسكر الفيوم، مش كنت في معسكر في الفيوم؟ ايوه، ما هو قبل البطولة. معسكر المنتخب. معسكر منتخب. طيب برضو رضوى، يعني توعدونا ان شاء الله يكون في ميدالية قادمة ان شاء الله. احنا برضو بنشد حيلنا في التمرين وبنتمرن كويس، يعني مش عايزين نفوت اي فرصة او اي بطولة تجيلنا. يعني حتى بعد تحقيقكم بطولة افريقيا انتوا شادين في التمرين على اساس يكون في بطولة اكيد أعلى. طبعا. استاذ محمد، نفس الكلام. انا جاي لحضرتك مرة تانية. مروة، عينك على بطولة العالم القادمة. وبعديها الاولمبياد ان شاء الله. وبعديها الاولمبياد. انتوا ماشيين زي ما قلنا في البداية على خطى سارة سمير، تقريبا نفس الخطوات، وباذن الله نشوفكم في الاولمبياد تكونوا محققين ميداليه بمشيئه الله ان شاء الله. طيب اتفضل. عندنا بس ابطال طبعا مركز شباب المحسمه، يا ريت اذكر اساميهم بس ان شاء الله. طيب اللي مش موجودين معانا النهارده. عندنا طبعا البطله ورده طارق برضو عامله 3 ميداليات ذهب مركز شباب المحسمه. عندنا ان شاء الله في سيف عماد ان شاء الله، يعني نتوقع له مستقبل باهر ان شاء الله، رفع اثقال. في ملك النمر، اسلام محمود، حلمي عبد الباري، رحمه عبد الرازق، في هاجر سعد الدين، رفيده فتحي، امير عبد الرازق، محمد اشرف، سيد محمد عباس. وان شاء الله الابطال دول متوقعين يعني ان شاء الله مستقبل باهر ليهم. عندنا البطل محمود سمير واخد ميداليه برونزيه في بطوله الجمهوريه الاخيره. عندنا طبعا شكر خاص لمجلس الاداره، الاستاذ حمدي السيد، الاستاذ ايناس جمال، الاستاذ محمد علي، الاستاذ احمد حسين. كل دول طبعا معايا تيم واحد، كل دول انا بشكرهم. طيب. لان هم السبب في النجاح ده. طيب يعني يمكن في دقائق كده هنعرضها برضو للبطلات في البطولة، عايزينكم تعلقوا عليها وتقولوا لنا ايه اللي بيتم. كابتن عبد الباري يا ريت تعلق على اللقطات اللي جاية دي. اتفضل حضرتك. لسه بدري يا بكر. الله صلى على النبي. الخطف بيكون اقل شويه. ولاعيبه تونس ما جابتش الرقم ده. لا كانت اقل حاجه و70 ولا؟ لا 72. طيب يعني برضو عايز الاستاذ علاء البعلي كلمني، يعني في غيرة بتبقى بين مراكز الشباب، شايفين مركز شباب زي ده المحسمة المحطة محقق كل هذه الانجازات، على ما اعتقد في 3 مراكز شباب في المحسمة. هل في انجازات برضو نقول مشابهة؟ هو بالنسبه لرفع الاثقال طبعا لا، ما فيش في اسماعيليه اصلا اي حد بينافس مركز شباب المحسمه المحطه في رفع الاثقال، عشان تقريبا ممكن نقول في الجمهوريه، يعني تقريبا ممكن نقول في الجمهوريه. في رفع الاثقال المحسمه المحطه معروفه كمركز شباب، عنده لاعبين بيمثلوا العماد الاساسي لمنتخب مصر. ففي اللعبه دي يعني صعب. احنا عندنا احنا من مركز شباب التابع لينا بعض البنات برضو بيتدربوا تحت قياده الكابتن عبد الباري، ولسه برضو يعني في الطريق برضو ان شاء الله ان ممكن ان هو اي حد منهم ياخد بطوله الجمهوريه، وممكن يبقى يتفتح له باب عن طريق مركز شباب المحسمه المحطه انه ممكن يدخل منتخب مصر، وممكن برضو يحصل على ميداليه دوليه. يعني كابتن عبد الباري، الولد او البنت عشان تبتدي معاه من سن كام تقريبا؟ يعني من 10 سنين. 10 سنين؟ يشيل حديد؟ لا بتبدا معاه باللياقه واعداد بدني الاول، وبعدين تبدا تعلمه حركه الخطف والكيني بتاع طرف الاثقال. لمده قد ايه مثلا بتبدا تعلمه لغايه لما يبدا بقى يخش بطولات الجمهوريه؟ يعني هو المده المحدده للبطل ب 13 سنه. 13 سنه الجمهوريه اللاعب 13 سنه. اول بطوله رسميه رسميه جمهوريه ليه. فببدا معاه من 10 سنين 11 سنه، السنتين دولت يقدر يخش يعمل انجاز في بطوله الجمهوريه. يعني مروه بداتي كان سنك كام سنه؟ 10 سنين. 10 سنين. يعني كنت بتشيل حديد ولا كان لسه برضو الفتنس وكده؟ ايوه كان لسه في اعدادات وكده، وبدات اتمرن اخد في التمرين
من وانا يعني 10 سنين ونص، ما خدتش كتير. بس كنت كويسة يعني وماشية في الحديد. ليكي اخوات برضو في نفس الكارير رفع الاثقال؟ هو حلمي وليا اخوات تانية بس لسه يعني صغيرين. برضه هيدخلوا رفع الاثقال ان شاء الله. ان شاء الله. رضوى نفس الكلام ليكي، بدأتي سنك قد ايه؟ 12 سنة. 11 سنة. 12. واول بطولة جمهورية حققتيها بعد قد ايه؟ هي كانت في سن 14 سنة. بعدها بسنتين تقريبا. انما اول بطولة دولية هي البطولة الافريقية الاخيرة. هو في برضو يعني حاجة تعتبر مفاجأة شوية، ان البطولة تحت 17 سنة ورضوى عندها 14 سنة. يعني اقل تحت السن بكتير. اقل يعني من تحت السن، ورغم كده برضو ان هي جابت ميدالية فضة. ونفس الكلام برضو للبطلة مروة، ان البطولة كانت 17 سنة وهي سنها 14 سنة. يعني في بقى برضو في بنات اعلى منها في السن، رغم برضو كده هي جابت الذهب. هي برضو نفس الكلام لوردة، يعني سنهم صغير عن سن المنافسات اللي معاهم. اللاعبات او رفع الاثقال بالنسبة للبنات قليل شوية كدول عربية او افريقية؟ قليل شوية، مش كل الدول فيها. لا مش كل الدول، مش كل الدول. رضوى المنافسين بيبقى اقل شويه في الدول العربيه. بالذات في الموازين القليله زي الميزان 44. يعني احنا اقل ميزان ما فيش، يعني ممكن دول تشارك بس في موازين تانية، مش في الميزان ده. مش في الميزان ده، وده اللي اتاح لكم الفرصه انكم يعني تتقدموا. كابتن عبد الباري، يعني النقطه دي برضو سبب في انكم تحققوا نتائج. الدول العربيه مش مهتمه قوي ببطولات البنات في رفع الاثقال. لا في اهتمام منهم، بس ما كانوش جايين بالعدد. ما فيش غير تونس كان جايبه فريق كامل. باقي الدول كان جايب كام بنت كده، لاعبه او 2 او كده. لا ما يقلش عن 5 لاعبين. ما يقلوش عن 5. لا. احنا يعني وقتنا للاسف انتهى. كنا عايزين نقعد معاكم اكتر ونعرف تفاصيل اكتر عن البطلات، وبنشكركم في النهايه. بنشكر الكابتن هاني علي رئيس مركز شباب محسمة المحطة، الكابتن عبد الباري حلمي المدير الفني ومدرب منتخب مصر، طبعا البطله مروه عبد الباري، والبطله رضوى علاء، والزميل الاعلامي علاء البعلي. شرفتونا. سمير احمد برضو مدير المركز والمدير الاداري للعبه رفع الاثقال. احنا بنشكركم، ويا رب نقعد القعده دي بعد ما تيجوا من بطوله العالم للناشئين وتكونوا جايبين ميداليات كويسه باذن الله. حضرتك ان شاء الله يكون اول تسجيل العالم لما البطله احنا منتظرينكم، هاتوا لنا ميداليات وان شاء الله نلتقي. نشكركم اعزائي المشاهدين، وحتى نلقاكم في الاسبوع القادم مع حلقه جديده ولعبه جديده. شكرا والى اللقاء. اسألوا كل الناس من هم أجدع ناس، هم المصريين.